النادي الاهلي بيلعب 4-4-2 زي ما بدأ المباراة. مفيش صانع لعب واضح في الفريق. اللي بيقوم بدور صناع اللعب هو حسام غالي وحسام عاشور. وليد ومؤمن المفروض يبقى ليهم دور احسن من كده، مش موجود. عمرو جمال هنا حتى عمرو جمال يعود احيانا لصناعه. عمرو جمال هو في اللقطه دي بيعمل صانع لعب. عمرو مش صانع لعب. عمرو المفروض خطورته كلها جوه ال 18 واللعب بكرات عرضيه زي ما احنا شايفين كده. مفيش. بص وليد فين ومؤمن الاثنين المفروض. بس في رايك تعليمات مدرب من عمرو لا مش ممكن ولا دفاع الوداد اجبر على لا مش تعليمات مدرب. عمرو عايز يستلم كوره، عايز كوره في رجله، فلازم ينزل للكوره لان مفيش حد الكوره لا تصل. الكوره ما بتوصلوش ولا هو ولا جون انطوي قبل ما يخرج. مفيش كوره عرضيه اتعملت للنادي الاهلي يا محمد. انت بتلعب ب 4-4-2، اثنين مهاجمين المفروض يكونوا في شغلهم كله على المرمى. مفيش ولا كوره عرضيه اتعملت للاثنين. كوره واحده اللي اتعملت وعمرو تكاسل في المروح للكوره. الكوره الوحيده اللي اتعملت عرضيه كويس لعمرو جمال. كل الكور زي ما احنا شايفين لعب عشوائي جدا. بس لو عدنا للسبب كابتن، هل هو دفاع محكم الوداد ولا فقدان الهلال لحل الاهلي لحل في خط النادي الاهلي محتاج صانع لعب. صانع لعب يكون واضح وصريح. هو اتفرض عليه في الاخر صانع اللعب اللي هو عمرو السوليه لما نزل، لما اتعور جون انطوي راح منزل ظروف المباراه مش بقناعه. طبعا لا طبعا. وانا كنت يعني افضل ان صالح جمعه اللي ينزل لو صالح موجود. يعني صالح بالحته دي بتاعته، صالح يديله فرصه ويصبر عليه. ما فيش لاعب يا محمد في يوم وليله هيبق كويس. لازم. بس مارتينيو لعب معاك مان تو مان يا كابتن. لعب معايا كل حاجه بتتمناها بيعمل عكسها هو. لا لعب مع الجمهور، لعب مع النادي الاهلي كله مش معايا انا. ف يعني بص كرات قليله جدا العرضيه اللي اتعملت. عمرو ووليد سليمان هو انشط لاعب في الاهلي، بيلعبوا على الحته اللي هي نقطه الضعف بتاع فريق الوداد اللي هي بين الباك والسردباك الشمال. دي اضعف نقطه في فريق الوداد. السؤال هل يكمل بنفس المجهود 90 دقيقه كابتن؟ نعم وليد لا لازم اكثر لاعب بدل مجهود. اللقطه اللي فاتت دي هي دي يا محمد الكره الوحيده العرضيه اللي اتعملت، ودي اللي كان لازم يبقى فيها عمرو افوق من كده ومركز في الكوره عن كده. هو ما توقع مرور هو ما توقعش الكوره طبعا. دي اضعف نقطه عند فريق الوداد. وليد لازم ومؤمن يبقى دورهم اوضح من كده في الملعب. اعتقد ان نزول عمرو هيسهل اللعب الشوط الثاني شويه. شاهدنا ابرز فرص الشوط الاول للفريقين للاهلي وكذلك الوداد. مستمرون معكم ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا ابقوا معنا.